يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، فيلا بينا بقى بسرعة بسرعة نشوف هنعمل ايه النهاردة ويومنا هيكون ماشي ازاي. يومنا مش طويل خالص ولا اي حاجة، يومنا كده لذيذ كده. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو مش مشتركين وتنزلوا تعملوا اللايك. عايزين نفرح بال10,000 بأسرع وقت، ودي بقى مساعدتكم ليا. فيلا بينا نبتدي في فيديو جديد ويوم جديد. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيديو حلو وجميل. فيلا اوعوا تروحوا في اي حتة، نكمل مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. عايزه بس اعرف انتوا بتكلموني منين، من بره مصر من جوه مصر؟ يا تكتبوا لي كومنتات كتير جدا، تدعوا لي دعوه حلوه وتقولوا لي كومنت حلو كده، وتقولوا لي كملي واستمري زي الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه اللي انا بقراه دايما دايما، ودايما بتشجع بكل كلامكم الحلو. عايزه بقى افكركم بحاجه مهمه جدا جدا. انتي بتتأخري ليه؟ طيب عشان ايه؟ انا يا جماعة انا ببقى متحمسة جدا ان انا انزل فيديو كل يوم. انا عندي استعداد ان انا انزل فيديوهين كل يوم مش فيديو واحد. بس اللي هو انا لما الاقي ان انتوا بتساعدوني، ما بتبخلوش عليا باللايك وما بتبخلوش عليا بالاشتراك، فانتوا هتساعدوني ان تدوني حماس، اللي هو هتكسف من نفسي. يعني لو اتكسفي بقى وقومي يلا اعملي فيديو تاني واشتغلي وخلي عندك حماس وخلي عندك نشاط زي الاول وزي زمان. هعمل كل ده صدقوني، وكل ده هيتعمل وكل حاجة هتتصلح. مش عشان اي حاجة، بس اللي هو ايه، انا ما عنديش، مش عندي كسل صدقوني. بس اللي هو انا كده كده الشقة كلها هتتفور، هنعملها كلها مع بعض حتة حتة وكل حاجة. بس اللي هو خلونا نعرف الايام الجايه هتبقى فيها ايه، وهنمشي ازاي، وهنعمل ايه، وايه الاسرار، وايه كل ده هنعرفه الايام الجايه. لازم تعرفوا بس ان انا بحبكم جدا، وانا ماليش غيركم خالص خالص غير بعد ربنا. فيلا بينا نشوف الفيديو. بس بقى عايزه افكركم بحاجه مهمه قوي 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 قوي. مستنياكم كلكم تشرفوني وتنوروني في الانتساب. فيديوهات حلوه قوي وبتنزل بانتظام، في فيديوهات جامده هتنزل ان شاء الله ان شاء الله بكره. فانتظروا فيديوهات. بصوا بقى انا ما بتاخرش اهو، وماشيه مظبوط مظبوط زي ما بيقولوا. اللي هو انا ما بتاخرش خالص، والفيديوهات حلوه وفيديوهات جميله، ودي بشهادتكم. الحمد لله الحمد لله. كل كومنتاتكم بتاعت الانتساب حلوه، وبشكركم جدا جدا. كل اللي منورني في الانتساب واللي هينورني ويخش الانتساب على راسي والله، مشرفيني ومنوريني. مميزات الانتساب طبعا كل ما نعلى بالمستوى هنلاقي فيديوهات احسن واحلى كتير. فمنتظركم كلكم طبعا تشرفوني وتنوروني. طيب انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بعمل هنا النيش عايزه اقول لكم كان مليان تراب بطريقه اللي هو يعني ما اقولكوش. انا يعني انا بالراحه جدا، انا بشيل الحاجه بالراحه، لان كل حاجه دي ازاز، وحرام عليا ان انا اكسر حاجه ولا بهدل حاجه عشان حاجه مش حاجتنا. يعني انا ما عنديش الكلام ده، حاجتي زي مش حاجتي بالظبط. الواحد طول ما عنده ضمير، عايزه اقول لكم في اي حاجه. انا عارفه ان الشغل مش سهل، وفي ناس ظالمه، وفي ناس بتبهدل الناس اللي بتشتغل عندها وكل ده. انا والله صدقوني انا عارفه الكلام ده، واكيد مجربه على فكره. بس يعني عايزه اقول لكم، يعني خلي بس ضميركم هو اللي شغال. يعني علشان بس دايما ربنا يبقى واقف معاكم، وربنا واقف معاكم في شغلكم، وتلاقوا شغل كويس وأحسن، وتعلوا بالمستوى حياتكم وبالمستوى الفكري بالمستوى كل حاجة يعني. فاللي هو كملوا، وخلي عندكم ضمير ان انتوا تشتغلوا بضمير، ملكوش دعوة بغيركم. بدل شغلكم ماشي بضمير، ما تخلوش حد اللي هو يقول ايه في الشغل، انت عملت حاجة غلط، انت عملتي حاجة غلط، انت بتستحقيش مثلا ان انت تعلي المرتب بتاعك يعلى، او تاخدي حوافز، او تاخدي بونص. في الجو ده خالص لا، كملي شغلك واشتغلي، واوحي مع الدنيا، وخلي الدنيا تقاوح فيكي وتقاوح وانتي تقاوحي فيها. وهو ده بقى ايه الحياة، هي دي الحياة. فهنا انا كنت بقى بشيل الكاسات علشان اسيبها هي تغسلها بقى وتنشفها وكده، عقبال انا ما اعمل النيش. هي من جوه مرايات وازاز، هو كله مرايات وازاز. فاللي هو انا كنت بعمل بالراحه جدا جدا عشان مفيش حاجه تتبهدل معايا.
يا رب بس الفيديو ما يكونش طويل، ما يكونش ممل معاكم، وتستمتعوا بالفيديو. ولو حابين تشوفوا لي فيديو تاني هتلاقوه في القناة التانية. مستنيكم كلكم برضو تشرفوني وتنوروني، فانزلوا بس اعملوا اللايك عشان انا رغاية انا عارفة، وتشتركوا لو مش مشتركين. عايزين بقى نعلى بال10,000. بصوا انا بطلب منكم موضوع ال10,000 بقالي قد ايه، ساعدوني علشان اعمل لكم فيديوهات زي الاول واقوى اقوى اقوى من الاول. فيلا بينا بقى نشوف. هنمسح بقى وهنلمع النيش ده، هنخليه زي الفل وبيلمع، والمرايات دي تبقى بتبرق كده. نحط حاجتنا بنظافة ونبطل الكسل كده ونقوم نشوف ورانا ايه. يلا بينا نشوف بقى. بعد ما شلنا عملنا اول رف طبعا وخلصنا خالص، بنعمل تاني رف وبنحط طبعا الحاجة عليه. الحاجة خلاص بتتغسل وبتتمسح، انا حاططها لاختي على السفرة وهي بتعملهم بقى. بصوا على قد ما بقدر عايزة اخلي المراية تلمع، يعني اللي في الظهر ده في النيش دي مراية اهو كده. ومن الناحية التانية برضو طبعا بخلي بالي برضو من الازاز. تخلي بالك لما بتعملي حاجة يكون فيها ازاز، تخلي بالك منها قوي قوي قوي، يعني تكون عندك حذر رهيب جدا لحسن حاجتك تبوظ، حاجتك تتكسر. اللي جاب حاجة خلي بالكم مش هيعرف يجيب غيرها دلوقتي، الحاجة غالية جدا والاسعار غالية، فربنا يلطف بينا بجد. هتلاقوني بمسح كتير لاني كان مردوب تراب. عايزه اقول لك يعني لكم كان مليانين تراب بطريقه رهيبه. لو وصلتي لغايه هنا لازم تعرفي انا بحبك جدا، وتقومي بقى تبطلي كسل. لو عندك نيش زي ده قومي نضفيه وخلي كل التراب اللي موجوده فيه دي ما تبقاش موجوده. على فكره عينك هتبقى مرتاحه نفسيا لما تبصي على النيش بتاعك وتبصي على حاجتك واستعملي حاجتك. ما تركنيش حاجتك، الحاجه اللي موجوده دي مش للركنه، الحاجة الموجودة دي علشان تستعمليها. الثقافة بتاعت بقى أمهاتنا والناس بتوع زمان لأ، والحاجة دي ما نستعملهاش، والحاجة دي خط أحمر منجيش ناحيتها. لأ، قومي كده وشوفي طلعلك طقم بقى كده، كوبايات حلو، طقم كاسات حلو، وتخليها في مطبخك واستمتعي بحاجتك. كل سنة بتطلع حاجات جديدة وحاجات جميلة. بصوا بقى تاني رف اتفرش ازاي، شايفين الحاجة بتلمع ازاي من النظافة. تالت رف بقى وده الاخير، والدرجة اللي تحت دي نضيفة وهي معمولة وكل حاجة. برضه على قد ما بقدر لو في حاجة برضه اعملها فيها اروقها فيها هعملها. هنا اهو برضو كانت في حاجات كاسات، طقم كاسات كده كان في النص. انا كنت يعني بستعمل حذري جدا 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 علشان ما فيش حاجة تقع، اللي هو بتلاقوني بالراحة جدا باخد الحاجة بفرشها. هي كانت غسلاهم ومنضفاهم بس كده اهو. والباقي كله ندف وشايفين بيلمع ازاي. بجد بجد انا بحس كده باحساس حلو قوي لما بنضف حاجه وبخليها شكلها حلو وراقي كده. اي حد ضيوف يجولنا، اي حد يشوفه يقول مثلا ايه النظافه دي، الحلاوه دي، يعني فاهمين. هنعمل بقى فيديوهات حلوه جدا جدا الايام الجايه وشيقه جدا، وانتظروا مني مفاجآت كتير جدا. هعمل الشقة كلها حتة حتة، مش هنسيب حتة خالص، بس خليكم معايا واحدة واحدة. ولو ما عملتوش اللايك انزلوا اعملوا اللايك، ولو ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا علشان يوصل لكم الفيديوهات القوية جدا جدا جدا. وعد مني هيظهر لكم فيديوهات حلوة قوي 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 مع السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وخليكم معايا وما تروحوش اي حتة. بس بعمل هنا حاجات في الدرجة اهي. خلاص
حاجات كده كانت مركونة برضو عملتها، خليت كله ده بقية الصيني المحطوط تحت ده. الصيني بتاعها كان كبير جدا، فده بقيته بقى حاطه حاجته، بقيت حاجته تحت. هتقول لها يا بنتي طلعي يا بنتي حاجتك واستعمليها، يا بنتي ما تركنيش حاجة، يا بنتي مش عارف ايه، صعبانة عليا، مش عايزة اطلعهم، العيال هيكسرهم، يا بنتي يكسروا فداهم ونجيب غيرهم. اسمعي الكلام. قالت لي اللي بتكسر حاجة ما بترجعش تاني، ومش عارفة اجيبها بنفس الخامات ونفس هي تاني. فكل واحد بقى ليه وجهة نظر معينة، يعني كل واحد ليه وجهة نظر تحترم، يعني كل واحد حر. بس انا لو مكانها انا هطلع واستعمل واكسر، ومش اكسر يعني ان انا معتمدة ان انا اكسر يعني، لا. قولولي بقى عملتوا غدا ايه النهارده واكل ايه النهارده. لو حابين اي وصفه معينه، عايزين اي اكل معين، اكتبولي في الكومنتات، وانا عيني ليكم هعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. واكتبولي بس اي كومنت كده وانا هوريكم هنعمل ايه مع بعض. بمسح بقى الازاز اللي بره. خلاص كده خلصنا. بس خليته زي الفل اهو. خلاص كده ده قفلته، عملت ده كله، يبقى كده كله خلص خلاص. عملت من كل ناحية برضو، هي من تحت الحتة دي تحت دي برضو عملتها، خلصتها كلها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة، واكلنا ايه النهاردة، واكلة مصرية مصرية مصرية. يلا بينا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا بينا نخش بقى المطبخ مع بعض ونشوف هنعمل اكل ايه النهاردة. يلا بينا. لو عاوزين تعرفوا طريقة البصارة دي اتعملت ازاي، خشوا على القناة التانية هتلاقوا بقية الفيديو موجود هناك. خشوا وهتستفادوا كتير جدا جدا جدا. احنا عملنا اول مرحلة اللي احنا سلقنا بقى الفول والخضرة والبصل والثوم وكله مع بعض، ولغاية ما خليناه بالشكل ده، ان خلاص بقى هيتضرب في الخلاط، بس لازم يتساب في يبرد شوية. هنجيب بقى ازاز الزيت كده، ونحط بقى زيت غزير معانا علشان نعمل البصل بقى المكرمل، البصل الجميل المقرمش ده لازم، بس يعني مش لازم قوي. اللي بيحبه طبعا اكيد يعمله، واللي ما بيحبوش ما يعملوش. كده كده هنحط بصل وحاطين بصل جواها، فيعني ده حرية شخصية يعني، مش لازم. هفضل بقى سايباه لغاية ما يحمر ويقرمش خالص. بس كده كنت بكمل بقية البصل اهو، ونسيبه لغاية ما يحمر خالص خالص معايا. بصوا بدأ اللون يبقى كده، مش ده برضو اللون اللي انا عاوزاه، عايزة يحمر معايا خالص علشان يطلع مقرمش وجميل كده. وانا ضربت خلاص البصارة في الخلاط، وهو ده شكلها. الزيت اللي انا استعملته بالبصل هو ده هحطه عليها، ما نرميش اي حاجة خالص. وادي عايزة اوريكم البصل مقرمش ازاي وجميل جدا جدا جدا، الواحد ياكله وهو ني. انا حطيت فيها حبة صغيرين كده، بس سبت الحبة تاني من بره بقى يترشوا كده على الوش، واللي حابب يحطه اللي مش حابب ما يحطش، هو حر. ودي كانت اكلنا النهاردة، اكلة مصرية، اكلة جميلة جدا جدا. الف هنا وشفا على اللي هياكل، الف هنا وشفا على اللي هيعمل. وادي البصل الجميل المقرمش، ونحطه من فوق كده. شايفين الجمال؟ شايفين؟ اي واحدة وصلت لغاية هنا معايا لازم اشكرك جدا 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 من روح قلبي، ان انتي وصلتيني لغاية هنا ووصلتي معايا لغاية هنا. انتظريني فيديو جديد ويوم جديد اكيد هيكون معاكم. شجعوني ان انا انزل فيديوهات كل يوم، ما كسلش عنكم باي حاجة، وتشجعوني بالكومنتات وباللايكات بتاعتكم الجامدة.
انتظروني بكرة، لو اللايكات كترت ومشاهدات كترت هقول لكم سلام، باي باي.